يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا يا مهلبية صح؟ يا احنا. لا معرفش. الفيديو بتاع النهارده اكيد انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه بالظبط. هنعمل كحك العيد. كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان قرب يخلص، فاحنا النهارده هنبتدي نصور في كحك العيد. بالظبط، احلى كحك ممكن تاكلوه بقى، ولا تقولوا لابور بقى ولا اتوال ولا العبد ولا كحك احمد طبعا سمير. في مجموعه ورا الكاميرا اصلا هتهجم على الكحك بعد ما نخلص. طبعا اكيد سمعتوا اصواتها. كده هنجيب للكحك نص كيلو من السمنه، والسمنه دي مسيحينها مش بارده ولا سخنه. نحط نص كيلو من السمنه. الكيلو دقيق هحط معلقتين كبار من السمسم. ملح. لازم ذرة ملح كده عشان سنة. هحط بقى معلقتين كبار من السكر البودر، وده اللي هيخلي، او معلقتين ونص كده، هيخلي الكحك ياخد لون ويبقى حلو. هقلب المقادير الجافة دي كلها مع بعض. كده ناقص لنا مكون واحد وهو البيكنج باودر. البيكنج باودر هياخد نص كيس البيكنج باودر. يعني لو كيس مثلا معلقتين صغيرين هناخد منه معلقة ونسيب معلقة. وهقلب. كده انا فاتح العجان على السرعه القليله شويه، بقلب السمنه. تمام. المكون المهم والاساسي هو معلقه من ريحه الكحك. ريحه الكحك دي بتبقى ريحتها حلوه جدا، وفي منها في عطارين بيعملوها بطريقه حلوه وريحتها حلوه، وفي عطارين لا. فخلوا بالكم. قلبت السمنه، ابتدي بقى احط معانا الدقيق. احط نص الكميه كده. وهقلبها. دي مرحلة البس. لو انتوا ما عندكمش العجان هتقعدوا تبسوا العجين كده بالطريقة دي. هاتي ايدي كده على ايدي. لو على ايدي هنفضل نعمل كده، الدقيق مع السمنة، نفضل نبس كده العجين، وبعد كده هنلمه باللبن. بصوا هنا اتلم. احط بقى بقية الدقيق. بصوا انا كده حطيت كمية الدقيق كلها، ابتدى يتبس اهو معانا. هحط بقى 175 جرام من اللبن، او لبن وميه. تمام. 175 جرام ده يعني في حدود كوبايه الا ربع كده تقريبا. بس لو ما عندكمش ميزان يعني يفضل الميزان احسن. وافضل اقلب على سرعه واطيه لحد اما العجينه بتاعتنا كلها تتلم. نحط بقيه اللبن. بصوا بقى العجين بيتلم ازاي. نحط بقيه. نشيل بقى خلاص العجان، مهمته انتهت. تعالى يا بطل. نحطه هنا كده. بصوا العجينه، هوريها لكم دلوقتي. بسم الله. مكورها كده. سر نجاح الكحك اللي هو لما تيجي تضغطوا عليه كده ما يشققش. بصوا طري جدا جدا جدا. بصوا اهي. نكورها بس التاني كده تكويره. الحجم بقى اللي انتوا عايزينه، مثلا عايزين حجم اكبر، عايزين حجم اصغر، اللي انتوا عايزينه. تمام. نخليها بس ندورها على قد ما نقدر عشان يبقى شكل الكحكيه حلو. هنجيب بقى البصمه بتاعتنا. البصمه دي بتجيبوها من عند اي مستلزمات حلويات،
او اي عطار او اي حاجه. تمام، هبتدي بقى اضغط كده ضغطه حلوه واشيل. بصوا، ايه رايكم في الكحكايه؟ استنى اوريها لكم اهي. ايه رايكم؟ حلوه جدا. نبتدي بقى نعمل الكور بتاعتنا بقى. يا سلام على الكور، ويا سلام على الكحك. على قد ما نقدر نخليها مكورة يعني. ابصمها بالمره قبل ما تحطها في الصينيه. لا ابصم واحدة تانية. ماشي. طبعا انت متفرجة النهاردة ومش ما انا لسه سامع لك كنت ما صوت. انا لسه حسي طالع دلوقتي مش حالا. سامع لك صوت اهي. تحفة. خلاص نحطها برضو هنا كده. انا بقى هنبتدي نكور بقى عشان ما نطولش عليكم الفيديو، يعني انا مش عايز الفيديو يكون طويل وتملوا مننا، عشان انا عايزين بقى يعني لو عجبتكم الوصفات طلعوها اكسبلور، طلعوها شيروها كتير، اعملوا لها لايكات. هروح بقى اكور مع احمد ونجيلكوا تاني. حكاية شكلها حلو جدا 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 ومش متشققة من الجناب. كمان الرسمة بتاعتها حلوة ومش متشققة من الجناب، تعرفوا ان الكحكاية كده مظبوطة. هبتدي بقى انا اكور كل الباقي وبعد كده هنرجع ونكمله سوا. شكله في منتهى الجمال، شكله حلو جدا. بصوا بصوا بقى لما نيجي نفتحها، بصوا بيتفتفت جدا معانا. بصوا حلو قوي وناعم جدا جدا، حاجه في منتهى الجمال. شكله كمان حلو، الكحكايه حلوه قوي بجد، شكلها حلو قوي قوي قوي. وكمان طري جدا. البيتي فور معرفش هو انزل لكم ولا لسه. البيتي فور الغامق والبيتي فور الشوكولاته. دي بقى الكميه اللي عاملينها من الكحك، سكرت نصها والنص التاني سبته كده عشان اوريكم. انا عامل زياده عن الكيلو دقيق، عامل 2 كيلو دقيق. تمام، احنا عاملين ساده وعاملين محشي. بالظبط. يعني احنا في انتوا ساده عايزين خالص مثلا وفي تحشوه محشي. بالعجوه، تحشوه ملبن، تحشوه مكسرات. بالظبط عجميه. كده. براحتكم. الوصفه بتاعتنا تعجبكم وتقولوا لنا رايكم فيها. وطبعا مش هنقول لكم ان تجربوا نفس المقادير بالظبط عشان تطلع بنفس النعومه، ولو حد عايز الكحك اخشن شويه او ناشف شويه عن كده يقل شويه في او يزود في اللبن. بالظبط يعني الناس كلها بتحب الكحك الناعم، فانتوا لو لا، في عايزينه ناس انعم بتحبه كمان من ناشف كده شويه. ممكن نزود سمنه، بدل ما يبقوا 500 جرام سمنه يبقوا 600 جرام سمنه. بس وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص، وده كده اول فيديو من سلسله فيديوهات العيد. يا رب تعجبكم بقى، وكل سنه وانتم طيبين. ورمضان كريم.